بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. فوالا اليوم راح نبدا معكم اول موديل للعيد ان شاء الله. لو غاتو ماربغي، غاتو او شوكولا بنين، بزاف هايل. مع الحشو ديالو بريستيج. فوالا هاد لو غاتو يليق للعيد، ماشي جاي بريستيج اللي معمر بلي كريم ومعمر بلي شوكولا، نو. ان غاتو سابلي مع الحشو ديالو بنين، ولو كلاصاج شوكولا كيما راكم تشوفوا يجي مغبغي. دونك تبعوا لا فيديو برك باش تشوفوا لي زاستوس وكيفاش تنجحوا هاد لو كلاصاج. يجيكم بريزونطابل وفريمون موديل بزاف شباب للعيد ان شاء الله. دونك ما نطولش عليكم ونبداو لا غوسيت مع بعض. المقادير اللي راح نمد لكم يخرجوا لنا 33 حبه، وزن الحبه 28 غرام. عندي هنايا 200 غرام مارغرين طريه، ندير لها قرصه ملح، ورايحه نزيد لها ان باكي تاع فلون نوارا دوق شوكولا، لو باكي تاع 50 غرام هذاك الصغير. فوالا نزيد 50 غرام سكر غلاس نجوسو على صفايه. اللي ما عندهاش الفلون نوارا دير الكميه كامل سكر غلاس، يعني تحط 100 غرام سكر غلاس، هذا مكان. مي لو فلون يدير ذوق بزاف هايل، تحسوه شغل كوكيز. فوالا من بعد نضرب بالباتور حتى تولي لي كريمه متجانسه، هذاك الفلون السكر يوليو ما يبانوش يتخلطوا مع الزبده. من بعد نزيد هنايا حبه بيض كامله مع صفار حبه بيض، وكيف كيف نكمل ندرب بالباتور حتى الخليط ديالي نحسوه ولا خفيف. من بعد نزيد 5 سنتيلتر زيت اللي هي كاس اتاي. جيبوا الكاس تاع لاتاي عمروه بالزيت وحطوه. حطوه غير تدريجيا هكذا وانتم تضربوا بالباتور. ولازم الجاتو اللي تحطوا فيه كميه تاع الزيت تضربوها مليح حتى هذاك الزيت يدخل مع الزبده، باش هكذا كي نكونوا نخدموا فيه ما يخرج لناش العجينه، ما تخرج لناش الزيت. فوالا من بعد نحبس الباتور ونزيد 100 غرام مايزينا. المايزينا مهمه في هاد لا غوسيت، تخلي لنا لو غاتو ديالنا يجي خفيف. ونزيد نص باكي خميره كيميائيه، كيف كيف نجوزوها على الصفايه. ونبداو نزيدو في الفرينه حتى تولي لنا عجينه طريه. حنا راح نطيبوا لو غاتو ديالنا في لي مول اون سيليكون. دونك العجينه ديالكم خلوها طريه زياده على لي بات اللي نديرهم للصابلي. فوالا باسكو لي مول اون سيليكون يحبوا العجينه تكون طريه باش يخرجوا لنا نتيجه مليحه. نوزن الحبات ديالي 28 غرام لكل حبه، نغطيهم بساشي ونجيب لو مول اون سيليكون. فوالا اليوم راح نخدم بهذا موديل تقريبا ما كاش اللي ما عندوش، اللي كنا نخدموا به الجلدانيه. نشدو كل حبه هكذا طريقه يعني العاديه، ونحطوها في لو مول اون سيليكون، ونحطوه في ان بلاطو ونحطوه يطيب في ان فور يكون مسخن من قبل على 180 درجه تقريبا 20 دقيقه، ماكسيموم 25 دقيقه يكون طاب. حطوه في الرف الفوقاني. اللي عندها فوق فونتيلي تقدر تشعل الفونتيلاتور من الاول. فوالا من جهه واحده اخرى نوجد لا فارس اللي راح نديرها في هذاك الفراغ اللي كاين في الحبه ديالي. عندي هنايا كميه تاع قطايف محمصين شريها وجده. انا هنايا رحيتها في الرحايه تاع القهوه باسكو حسيتها شويه خشينه. زدت لها مغرفه حتى لزوج مغارف تاع مكسرات محمصين. انا هنايا درت لوز محمص ومرحي. ونجيب هنايا لو شوكولا اتارتيني، نجيبوا لا مارك اللي تحبوا يعني. حطيتها في حمام مائي وزدت لها شويه زيت باش تجيني هكذا طالقه روحها، ما ديروهاش هكذاك من البلاره ديالها باسكو تجيكم تستهلكوا منها بزاف وما يجيكمش الحشو مليح، يجي هكا يابس. مي كي ديروا هاد الطريقه تاع تحطوها في حمام مائي وتزيدوا لها مغرفه حتى زوج مغارف تاع الزيت على حساب الكميه اللي استعملتوها، راح تعطيكم نتيجه بزاف هايله. فوالا نزيدها تدريجيا على القطايف ديالي والمكسرات. هنايا قد ما ديروه جاري هاد الحشو ديالكم يكون خير، سورتو الا خدمتوا الكاطو من قبل العيد بسمانه ولا ديروه طالق روحو باش هكذا مع الوقت يجيكم سوا. هذه هي. دونك نشد لي غاتو ديالي حتى يبردوا تماما. فوالا شوفوا النتيجه ديالو كيفاش يجي. يبرد تماما. نجيب الحشو ديالي ونعمر هذاك الثقب اللي في الوسط. وشنو عمروه سوا مع المستوى تاع الثقب، ما نديروش بومبي باش ابخي كي نديروا لو كلاصاج تاع الشوكولا يجينا شباب ويجي متحوف. دونك انا نعمر كامل الحبيبات ديالي ونحطهم في فريجيدار برك ماشي كونجيلاتور، حتى هذاك الحشو يشد روحه باش نقدر نكمل لو كلاصاج. ونجوزو هنايا للكلاصاج. عندي هنايا 50 غرام شوكولا بالحليب و100 غرام شوكولا بيضاء، نحطهم في نفس الوقت في حمام مائي. لازم يوجدوا لي في نفس الوقت. كي يبداو يذوبوا نطفي عليهم النار ونخليهم يذوبوا بالحراره تاع الحمام المائي.
وكي يذوبوا تماما نزيد لهم مغرفه كبيره تاع الزيت لكل وحده فيهم. هذه هي. من بعد نجيب طبسي نحطه هو تاني فوق كسرونه يكون فيها ماء يغلي، يعني نديرها في حمام مائي، ونحط نص تاع شوكولا بيضاء ونص تاع شوكولا بالحليب. ديروا حسابكم برك في هذا الطبسي دائما كتروا الشوكولا البيضاء على الشوكولا تاع الحليب، يعني ديروا غير شويه شوكولا بالحليب. على بها في الاول قلت لكم 50 غرام تاع شوكولا بالحليب و100 غرام شوكولا بيضاء، باسكو شوكولا بيضاء دائما تكون يعني الشوكولا تاع الحليب هي اللي راح تغلب. فوالا دونك كي تحطوا في الطبسي هكا ما تكتروش الشوكولا بالحليب، هذا ما كان. وفوالا ولازم تكون عندكم هاد الكسرونه من تحت تاع حمام مائي باش الشوكولا ما تجمد لكمش وتخدموا الاز. تشدوا الحبات ديالكم تبلونجيوهم هكذا فوق هذيك الجهه اللي فيها نص بيض ونص تاع الحليب. تقدروا تشدوا كوردون وديروا هكا تخلطوهم شويه. على كل حال غير تحطوا هذيك الحبه ديالكم، هذا لي في مغبغي يندار وحده، يعني بلا ما ديروا ني كوردون ني والو. وسورتو كل ما تافونسيو في الخدمه المغبغي راح يولي كتر وكتر. فوالا وكل ما تحسوا الشوكولا هذيك بالحليب غلبت تخبى هذاك البيض، زيدوا شوكولا البيضاء، هذا ما كان. وكي تكونوا ديروا في الكلاصاج كل حبه شدوها وسقموا لها الحواف ديالها، ما تخلوش الشوكولا يسيل هكا على الحواف، غير ولا حبيتو زعما تكلاصيو كامل الحبه بالحواف ديالها. مي انا جو بريفير هكا نديروا غير الوجه تاع الحبه، لا سيرفاس برك تجي بزاف شابه. دونك نتوما كي تكونوا ديروا في الكلاصاج كيما راني ندير انايا، هذيك الحافه ما تخلوش الشوكولا تسيل هكذا، يجيكم كلاصاج متحوف وكيما راهو يبان في لا فيديو. يعني عمليه بزاف سهله، كي تبداو تخدموها فريمون رايحين تستمتعوا بها. ونكمل كامل الكميه اللي عندي ونخليها لو كلاصاج ينشف، يعني ينشف تمتم كما تعرفوا لو كلاصاج تاع الزيت. هذه هي وتكون لا روسيت واجده. اللي تبعوني في لاشين كنت درت لكم هذا لو موديل عنده تقريبا 4 سنين. وشنو الحشو كنت درته بلا جولي، يكون اقتصادي اكثر من هاد لا روسيت. دونك نحط لكم الرابط تاع لا روسيت اللي درتها القديمه وانتوما خيروا واش ديروا. المهم هاد لو موديل الا قدرتوا جربوه على ضمانتي، بزاف بنين وبزاف بريزونطابل. سورتو كي كنت نخدم به لي كوموند كان داير بزاف سوكسي هذاك الوقت. هذه هي. دونك فوالا هاد لو غاتو تخبوه حتى 10 ايام ما راح يصرالو والو. تقدروا تاني تخلوه في الفريجيدير، اللي حبت تخدموا الافونس تحطوه في الفريجيدير، نهار العيد تجبدوا تلقاه انتاكت. دونك هذه هي. مازال ان شاء الله ندير لكم لي موديل تاع العيد. ريستي برونشي ونتلاقاو في لا روسيت الجايه ان شاء الله.